بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجديد ده مع بعض النهاردة. واحنا بقى النهاردة ايه حبينا نعمل لكم الفيديو النهاردة، مش طبيخ ولا حلويات ولا اي حاجة. إيه، قلت بقى اطلع معاكم المكون الجميل اللي بيخلي الألمونيا تلمع وتضوي وتبقى بالجمال والحلاوة دي. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني كده وتنوريني وتحطي لي اللايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا نشوف غسلنا الحلل الألمونيا الجميلة ديت اللي بتلمع معاكي وتفضل معاكي لمعانها قوي وجميلة جدا وتشرفك كده. لو حد دخل المطبخ بتاعك وشاف الحلل بتاعتك وجمالها وهي بتضوي كده، يشرفوك كده وبيخلوا الحلل تحفة، بتلمع والحلة نظيفة وجميلة من بره ومن جوه. يلا بينا نتعرف كده على المكون السحري الجميل ده. انا معتمداه على طول بغسل بيه الحلل بتاعتي. مش هقولك على طول ان انا بغسل بيه كل يوم، من وقت للتاني لما احس ان الحلل بتاعتي بدأت تتسخ وتاخد لون كده ان هي معدتش بتلمع، بجيب المكون بتاعي ده وبغسل بيه، وهو بسيط خالص ورخيص وما بيكلفكيش حاجة وبيفضل عندك، ممكن يفضل عندك شهر او اكتر. تغسلي بيه من وقت للتاني هيكفيكي كتير. شوف الحلل بتاعتنا الألمونيا ديت دلوقتي وهي مغسولة كده ونضيفة، وهتشوفيها دلوقتي وانا لسه ما غسلتهاش، هتلاقيها متسخة وزرقة كده ومش حلوة. وطبعا حتى واحنا بنغسل هتلاقي الزرق بيطلع معاكي في الرغوة بتاعة المكون بتاعنا الجميل ده، ويطلع اللون الوحش اللي فيه اللون الازرق ويخلي معاك الصواني اللي بتدخلها الفرن جميلة جدا. يلا بينا نشوف المكون بتاعنا. المكون بتاعنا يا حبايب قلبي هو الصابونة الغسيل الجميلة دي، بتعتمديها معاكي في مطبخك على طول. كل ما تخلص تجيبيها، هي ب10 جنيه وفيه منها اكبر ب15 جنيه. انا بجيب الصغيرة بتفضل عندي اكتر من شهر لو هغسل بيها الحلل بس. ساعات بقى بغسل بيها كمان، بغسل بيها الهدوم البيضة والمفارش البيضة بتخليها تحفة. ولو فيها اي بقع بتطلعها. لو عندك فلنات اطفال، فلنات جوزك، مفارش بيضة، الفوط بتخليها تحفة. جربيها ومش هتندمي معايا. اول حاجة بقى جبنا كده بقى الصابونة بتاعتنا، كنت انا طبعا استخدمتها قبل كده وفاضل منها بقيتها. جبت بقى السفنجة بتاعتنا دي. السفنجة دي طبعا نظام السلك فيها، غسلتها كويس كده من مكان المواعين ورغيت عليها الصابونة، وامسك بقى الصواني بتاعتي والحلل ديت ادعكها. شوفي بقى الصواني بتاعتنا وهي لسه ما نضفتش، كانت طبعا مش بتلمع زي ما انتوا شفتها في اول الفيديو. هتغسلي بيها بالصابونة دي وتدعكي، هتدعكي على قد ما تقدري. بعد ما تشطفي المواعين هتلاقيها بتلمع معاك وبتضوي. حتى لو طبختي فيها على البوتاجاز كده ما شاء الله هتفتح نفسك وانتي حاطه الاكل فيها كده، وانت حطها على البوتاجاز. اي حد دخل عليك هيسمع على الحلل بتاعتك ويقولك ما شاء الله عليها، حلالها نظيفه وجميله. كده زي ما قلت لكم بقى بترغي الصابونه على السفنجه دي اللي بسلك. اهم حاجه يكون فيها سلك. ما عندكيش السفنجه دي وعندك السلك العادي، السلك العادي كمان يا جماعه بيطلع معاكي الالمونيا احلى كمان من السفنجه دي. كنت انا بغسل بيها على طول بس بصراحه ما عنديش النهارده، فقلت اصور معاكم بالسفنجه ديت لان هي اصلا لسه جديده وفيها السلك بتاعها. هتضغطي عليها كويس وهتدي معاكي اللمعان والجمال والحلاوه بتاعه الالمونيا الجميله ديت. جربيها معايا ومش هتندمي. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا بتستفادوا منه. بشكر كل حبايبي اللي بيشاهدوني من مصر ومن برا مصر، وبحبكم جدا جدا، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتكونوا بتستفادوا منها. كده بقى هنغسل الحلل بتاعتنا كلها والصواني. لو عندك صواني بتدخلها الفرن زي ديت او اكبر هتدعكيها، هتطلع معاكي جميلة جدا. حتى لو عندك القلايات بتاعة الزيت وحبيتي تدعكيها بنفس الصابونة ديت هتخليها لك بتلمع وهتخليها جميلة. اغسلي بيها بس وقوليلي ايه رأيك. كده بقى كنا غسلنا اول صينية ودخلنا على التانية علشان ندعكها كويس كده وننضفها. بس اهم حاجة جمدي ايديكي كده وانت بتغسلي. اول غسلة بس بتكون صعبة لما بتكون بقالها فترة ما دعكتهاش. انا طبعا سبتهم فترة علشان
يدوا ان هم ما تغسلوش بقالهم فتره بالصابونه ديت، علشان اعرف انضفهم معاكم ويبانوا ان هم نضاف. لان انا متعوده اصلا على طول بغسلهم بالصابونه ديت، بتطلع معايا جميله جدا ونضيفه وحلوه قوي، بتنضف لك المواعين وتخلي لك الالومنيا بتلمع. جربيها ومش هتندمي عليها. انا عارفه ما شاء الله عليكم، كل واحده شاطره ببيتها ونظيفه، وبتحاول تنظف على قد ما تقدر، وتحاول تشوف احسن حاجه لبيتها والمطبخها ان هي تنظفه. احنا كلنا بنحاول نعمل كده، ويا رب ربنا يقوينا ويقويكم ويعيننا على شغل البيت وعلى اولادنا اللي مطلعين عينينا. ربنا يهديهم لنا يا رب، وينجحهم يا رب، الاطفال والكبار اللي في الجامعات وفي الكليات واللي في الثانوي كلهم طبعا بيمتحنوا دلوقتي. ربنا ينجحهم يا رب ونشوفهم احسن الناس باذن الله. طبعا انا عندي تانية سنة والسنة دي وعندي كلية. السنة الجاية هيبقى عندي ثانوية عامة. ربنا يعين اصحاب الثانوية العامة السنة دي، وربنا يا رب يصلح حالهم وينجحهم يا رب. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.